One, two, three. Viva la Chile! The Phoenix are going to win. Go Phoenix. يقول جرينتا جرينتا سون جرينتا ما نعملوا والو، لازم الجرينتا، لازم الغازو نكلوه. وش اللي قاعد يصير في شوارع كانساس؟ أنا واقف هنا ومو قادر أستوعب اللي عيوني تشوفه. هل حنا فعلا في أمريكا؟ ولا انتقلنا فجأة لقلب الجزائر العاصمة؟ الأصوات تهز الأرض، والألوان الحمراء والخضراء مغطية كل مكان، والناس تصرخ بحماس يخلي شعر جسمك يوقف. وش السالفة؟ وش اللي جاب هذا الطوفان البشري لوسط الولايات المتحدة قبل ساعات من مباراة مصيرية؟ الصراحة المشهد يخلي الواحد يحتار ويبحث عن السر وراء هذا العشق الأسطوري اللي ما له حدود. أنا كعماني لفيت العالم وشفت جماهير واجد، بس اللي جالس أشوفه اليوم في مونديال 2026 شيء ثاني تماما، شيء فوق الخيال، ويخليك تسأل نفسك من وين يجيبون كل هذه الطاقة وهذا الحب اللي يدرس؟ تخيلوا معي ناس قطعت مسافات ما يستوعبها العقل بس عشان تآزر وتوقف مع المنتخب الجزائري في مباراتها الحاسمة ضد النمسا. كلمت شباب هنا، واحد منهم قال لي إن ساق سيارته لمدة 30 ساعة متواصلة. نعم، 30 ساعة من ولاية ثانية بس عشان يوصل هنا ويصرخ 1 2 3 فيفا لالجيري. هذا مو مجرد تشجيع كورة، هذا عشق يسري في الدم. تلاقي العائلات جاية بكاملها، الكبار والشباب وحتى الشيوخ اللي يمشون بصعوبة، والنساء والأطفال، كلهم متواجدين في شوارع كانساس قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية. الكل يبي يكون جزء من هذه الملحمة التاريخية، والكل يبي يوصل رسالة للاعبين إنهم مو بروحهم في هذه المعركة الكروية الحاسمة للتأهل للدور الثاني. والشيء اللي يذهلك أكثر وانت تمشي وسط هذه الجموع هو إنك ما تشوف بس جزائريين أو عرب، لا، السحر الجزائري وصل حتى للأمريكيين أنفسهم. تشوف المواطن الأمريكي لابس قميص محاربي الصحراء وحامل العلم الجزائري ويحاول ينطق الكلمات العربية بكل حماس وصوت عالي. الأجواء هذه خلت الكل ينخرط فيها غصب عنه، لأن الطاقة الإيجابية والفرحة اللي ينشرها الجمهور الجزائري معدية بشكل مو طبيعي. الشوارع الأمريكية اللي كانت هادية وباردة تحولت فجأة إلى كرنفال شعبي مليان حيوية وصخب جميل. الكل منبهر، والكل يصور بهواتفه، والكل يبي يعيش هذه اللحظة الاستثنائية اللي ما تتكرر واجد في تاريخ كأس العالم. الاحتفالات هني ما لها مثيل، الطبول تدق في كل زاوية، والأهازيج الشعبية الجزائرية تصدح في السمع وتسمعها من مسافات بعيدة. الألعاب النارية والدخان الملون بالمراتب الثلاثة، الأخضر والأبيض والأحمر، رسم لوحة فنية خيالية في وسط ناطحات السحاب الأمريكية. الناس ترقص وتغني بقلب واحد، والابتسامة ما تفارق وجيههم رغم التوتر والضغط الكبير للمباراة. هذه الأجواء المميزة خلت كل من يمر بالشارع يوقف ويتفرج بذهول. الجمهور الجزائري أثبت اليوم ومرة ثانية إنه مو بس يشجع، هو يصنع الحدث ويفرض وجوده وثقافته وين ما يروح، ويخلي البطولة تاخذ طعم ثاني بوجوده المميز والفريد. ومن الأشياء اللي خلتني أنبهر بجد وأحس بكرم الضيافة العربي الأصيل هي المأكولات التقليدية اللي منتشرة في كل مكان وبالمجان. نعم، مثل ما أقول لكم، بالمجان. أفراد الجالية الجزائرية هنا في أمريكا ما قصروا أبداً، جهزوا طاولات طويلة عريضة في الشوارع ووزعوا أشهر الأكلات الشعبية مثل الكرنتيت الحارة والكسكس الجزائري اللذيذ اللي ريحته تفتح النفس من على بعد كيلومترات. كل هذه الأطباق تقدم لكل الناس، سواء كنت مشجع جزائري أو ضيف عربي أو حتى أمريكي فضولي يبي يجرب. هذا الكرم العظيم يعكس الوجه الحقيقي للشعب الجزائري اللي يشارك فرحته وأكله مع الجميع بكل حب وسخاء. أنا كعماني أتابع الكرة من سنين طويلة، وحضرت بطولات ومباريات في مختلف القارات، بس للأمانة وبدون أي مبالغة ما شفت جمهور يملك هذه الروح القتالية في التشجيع مثل الجمهور الجزائري. هذا الجمهور فوق كل وصف، وما أعتقد فيه أي جمهور في العالم يقدر ينافسه في هذه النقطة بالذات. العشق عندهم مو مجرد 90 دقيقة في الملعب، العشق عندهم أسلوب حياة وهواية يتنفسونها من الصغر. تواجدهم اليوم في كانساس يثبت للعالم كله
إن المسافات والحدود تذوب وتختفي لما يتعلق الأمر بالوطن وبالراية الوطنية. هذه اللوحة البشرية اللي أشوفها الحين هي أعظم ترويج للثقافة العربية والجزائرية في أمريكا. المباراة ضد النمسا مو سهلة أبداً، وهي الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال 2026، والكل هنا على أعصابه، لأن الفوز يعني التأهل التاريخي للدور الثاني والعبور لبر الأمان. بس لما تشوف هذه الجماهير وهذه الثقة اللي تنبض في عيونهم، تحس إن المستحيل ما له مكان في قاموسهم. اللاعبين أكيد يدرون وش جالس يصير برا الملعب، ويدرون إنه وراهم جيش حقيقي من المحبين اللي مستعدين يسوون أي شيء عشان يشوفون علم بلادهم يرفرف عالي في السماء. هذه الروح هي اللي تعطي دافع قوي للاعبين عشان يقدمون كل ما عندهم ويسعدون هذه القلوب اللي نبضت بحبهم. الجميل في هذه التجمعات هو التلاحم والوحدة اللي تشوفها بين كل الحاضرين. ما في فرق بين غني وفقير ولا بين صغير وكبير، الكل لابس نفس القميص ويحمل نفس الحلم. تلاقي الشاب يساعد الشيخ الكبير، والنساء يوزعون الماي والعصاير على الناس تحت حرارة الشمس، والكل يبتسم في وجه الثاني كأنهم عائلة واحدة كبرت وتوسعت لتشمل كل هذه الآلاف. هذه الروح العائلية هي اللي تميز الجالية الجزائرية في الغربة، وتخليهم دائما مترابطين وقويين في مواجهة كل التحديات. فخر كبير تعيشه وانت واقف وسطهم وتشوف هذه العزة والكرامة والاعتزاز بالهوية الوطنية في بلاد الغربة. أجزم أن اللجنة المنظمة للمونديال في أمريكا ما كانت تتوقع هذا الحجم من التفاعل والجنون الكروي من الجمهور الجزائري. وسائل الإعلام الأمريكية بدأت تتكلم وتغطي هذه الاحتفالات الاستثنائية، وصارت تسأل عن سر هذه الأغنية الشهيرة 1 2 3 فيفا الجيري اللي صارت تتردد في كل شوارع كانساس. هذا الجمهور نجح في إنه يفرض هويته وثقافته ويجبر الجميع على احترامه وتقديره. المونديال بدون الجمهور الجزائري يفقد جزء كبير من روحه وحماسه، واليوم هم يثبتون للجميع إنهم ملح هذه البطولة واللاعب رقم 1 اللي يصنع الفارق الحقيقي في المدرجات وخارجها. في النهاية، وأنا استعد للتوجه للملعب مع هذه السيول البشرية، ما أملك إلا أني أنحني احتراما وتقديرا لهذا الجمهور العظيم اللي قدم درس قاسي في الوفاء والانتماء. الجمهور الجزائري اليوم كتب صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم، وأثبت أنه الأعظم بلا منازع ولا شبيه له في كؤوس العالم. كل التوفيق لمحاربي الصحراء في مباراتهم المصيرية ضد النمسا، وإن شاء الله التأهل يكون من نصيبهم وتستمر هذه الأفراح في شوارع أمريكا. شاركوني رأيكم في التعليقات، هل شفتوا في حياتكم جمهور بهذه القوة والجنون؟ ولا تنسون تشتركون في قناة منعطف وتفعلون الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قلب الحدث. تقول جرينتا سون جرينتا ما نعملوا والو، لازم الجرينتا، لازم الغازون ناكلوه. الله نقطة بسم الله نقطة برك نكاليفو ومن بعد يفرجها ربي كما يقول لك. هيوستن تكساس كاع مع بعض هيوستن جينا باش نربحوا ان شاء الله يا ربي. 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله يا ربي نولوا فرحانين برك، ومن بعد الدور الثاني يفرجها ربي. تقول جرينتا سون جرينتا ما نعملوا والو، لازم الجرينتا، لازم الغازون ناكلوه، لازم الغازون ناكلوه. ما تنساوش ال 82، انتوا راكم رجاله وراكم قادرين وراه عندكم كل الامكانيات. يرحم والديكم، شوفوا الناس هاد الجزائريين كاع اللي جاوا، شوفوا العالم اللي معاكم، يرحم والديكم. كونوا فحوله، شمخوا المايو، شمخوا المايو، كلوا الغازون. تعرفوا الثمن. والسماء بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبيوت اللامعات الخافقات بالجبال الشامخات الشاهقات. نحن ضرنا في حياة أو ممات وعقلنا عزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا يا الجزائر. 1 2 3 فيفا الجيري 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 1
l'Algérie! 1, 2, 3! Vive l'Algérie! 1 2 3 Hit, Sahiti, Twahashtik. I love Algeria. I love the team. I love the players. Guiri is my favorite. And I've been supporting them for 2 years. And I also support local Algerian football clubs like USMA. So I just love all the Algerian players, and they're a very good team and very good people. It made me miss Algeria a lot. The atmosphere, it made me miss Algeria. It was so good to be around other Algerians, because in Dallas there's not too many Algerians. So to come here and have all the Algerians here made me feel like at home. راني نتعلم درجة شوية شوية. Just simple things like واش راك, واش دخاني, كراك. Only like 5 wilayas. So like Tipaza, Asima, Boumardes, Tizi Ouzou, Tiaret. بزاف, شخانة بزاف, كراك, وشراك, بلمزية, صح. So I lived in Algeria for 7 years. And what I have found here in Kansas is that Kansan hospitality really meets the Algerian standard. I've never seen a place with such warm hospitality except in Algeria and then here in Kansas. So I have to tell you that for me, this represents the best of America. And I'm really thrilled to be here with Algerians and having this opportunity. I am not worried. I am confident. The Fennecs are going to win. Go Fennecs. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Allez les Fennecs. Thank you. How did you receive with the fans? They know you've done the flag for Algeria, and everyone is happy you've done that for the country, and I'm an earthworks artist, and so I create giant images sometimes to bring attention to things that I think are important. Sometimes I do commercial pieces, but the opportunity to do something here, they just gave us enough funds to pay my crew. We didn't make a profit, but we paid our bills, and we worked for a month, and we slowly learned about Algeria and about the history and about the people and about the culture, halal, the way the meat is prepared. And it's been a wonderful learning journey for the mind, but it's been more important for the heart. Oh, right, And just the outpouring of pure sentiment of caring about each other in a time where the world's kind of, punching each other in the nose a lot. I mean, the wars. Well, we're one, yeah? We are one. Yeah, we're one, yeah. Yeah, man. And what do you think about the game tomorrow against Austria? I just have now I'm tied in. I want Algeria to win so much. But I don't know that much about Austria, but I'm following the players, and I can't remember their names now, but we have some real ballers, man. They're really talented, and I just get a sense. Like a player, yeah? Yeah. I just get a sense that tomorrow night's going to be our night, All And right. now everybody in Lawrence, we want to win as much as you do. Oh, right. I mean, we do. So what do you think, when the fans leave this town, the Kansas City, so how is going to be without Algerian fans? I think there are Algerian people that live close here, so now that they know we love them, they're going to come back and be in our restaurants, and I'm going to learn the language if I can. I'm maybe too old, but my son can learn the language and, learn at least the words for friend and family and brother and all of that. Yeah. But I think the relationship will go on. Okay. And I think our friends that live in Oletha, there's a diaspora, a lot of Algerians that live around here, and I think we'll be seeing them on the streets and in the restaurants for years. Yeah. Thank you very much. Yeah? Thank you, brother.